الله الرحمن الرحيم. هذه قصة حدثت بين الرياض ومدينة الخرج. رجل ساكن في شقة وعنده زوجته وعنده بنته وله جار متزوج وهم كل اثنين متقابلين في شقة. الرجل هذا سبحان الله صار له ظرف مثل ما تقول انتداب المنطقة في شمال المملكة، وراح جاره نص الليل إلا الباب يطق عليه، خير إلا بنت جارهم تصيح أمي مريضة أمي مريضة. أرسل زوجته تشوف أمها البنية، أرسل زوجته تشوف البنية هذه، فقال للمرأة وش فيها؟ قالت المرأة على وشك ولادة فيجب ان احنا نستعجل بها نوديها المستشفى. قرب سيارته وهذه المرأة عضدت لزوجة جاره ونزلتها بالسيارة وراحوا مستشفى الخرج، والله رزقها بولد ما شاء الله ما شاء الله. صارت المرأة مرافقة والرجل عند بنت جاره وعنده ولده ما شاء الله، يروح ويجي عليهم. يوم جاء اليوم الثالث قالت المرأة اللي أضنت قولي لزوجك ياخذ الوليد ويذن في اذنه اليسار ويقيم في اليسار في اذنه اليمين، يذن في اليمين ويقيم في اليسار. السنه. يقول اخذت الوليد هذا وقريت، يقول يوم جيت عند الاذن اليسار ويلفت نظري شيء غريب، يقول يوم التفت ولا فيه الحمتن هذا طولها ورا الاذن. استغربت الحمى هذه الحقيقه ما هي طبيعيه، ولكن قلت ربما وراثه. يقول وارجعت الولد لامه، يقول دار جاء الزوج جزاه الله خير وذبحت بايب الولد وقعدنا له سنه ونص. المراه هذه اللي جابت الوليد عندها زواج لاخوها في الثقبه، فسافرت مع زوجها ومع بنيتها ومع وليدها اللي عمره سنه للثقبه. جات وحضرت المناسبة، يوم جت الساعة 1 في الليل بتاخذ عيالها بترجع لبيت أخوها اللي معرس، دور الولد ما لقيته. تدور ما بقى مكان فيها الزواج وحول الزواج ما لقيته، ويبلغون الشرطة ويقعدون شهر كامل الولد هذا مفقود. جاها أخوها قال يا فلان الحين أنت قدمتي على الشرطة وحنا ما بقى مكان ما دورنا فيه، أنا أرى أن تسترجعين للخرج ما تعطلون عملكم ولا حياتكم، وانا بتابع المعامله وبتابعها في الاماكن اللي وان صار شيء دقيت عليكم. راحت وحد في قلبها حسره هي وزوجها مات الله ويا ابو الحبيب 11 سنه لا اله ما يدرون عنها الولد. لا حول ولا قوه. جاره راح الحراج بن قاسم في الرياض بيشتري اغراض بعد 11 سنه يا اخو. يقول خدت اغراضي من الحراج، يقول زحمه دائري دخلت مع الحاره بطلع مع شارع ثاني، يقول في حاره اللي وراء يقول اللي هاك الولد اللي طلع لي بصدمه ووقف فرامل، يقول يا الله مسكت الفرامل وانزل من الزعل بصبق الكف، يقول والقط اذنه ولا هذه الحمى اللي قريت عليها قبل 11 سنه. سبحان الله. يقول يوم شفت الولد وشفت اشباهه قلت من انت ولده؟ قال هذا بيتنا. يقول اطق الباب ويطلع لي الرجال اللي لونه مو بلون الولد. قلت هذا الولد ولدكم؟ قال لي. قلت انت ابهوله بغيت اصدمه. يقول كنت اول ابى اغير كلامي لكن قلت لا ما ينفع لك. يقول ويوم دخل واخذ رقم البيت ورقم لوحات السيارات اللي عند الباب والخرج. سلام عليكم السلام. قال نعم. قلت ابشر بولدك. قال يا رجل ترى احنا نسيناه جانا عيال عقبه. قال اقول ابشر به. قال تراك بتفتح جروح ما لها سنه. قال ولدك يا اخوي الكريم انا متاكد. ما صدق اركب معه وروح وطال عمرك الاماره منطقه الرياض، ويدخلون على ضابط خفر ويقدمون المحاريض اللي عندهم انهم يتهمون فلان انه مع ولد. ارسلوا فرقه طقوا الباب طلع الولد وطلع الرجال. خذوهم كان يوم 4 ايام الخميس والجمعه اجازه. خذوا الولد ودوه الشؤون الاجتماعيه على اساس يوم السبت يبدا التحقيق. اللي يقص القصه مدير الشؤون الاجتماعيه يقول جابوا لي الولد وجت امه الخال ضرب الموضوع جاء من الثقبه لانه مفقود في زواجه ومتحسر. جو عند مدير الشؤون الاجتماعيه السلام عليكم السلام. قال انت وش العلامه الفارقه في ولدتك؟ قالت فيه جرح في بطينه وفيه الحمتن ورا اذنه اليسار. يا سلام. قاموا الولد عمره 11 سنه رفعوا لها الجرح شلوا الاذن ولا هذه الحمى. والخال قال تراها مثل هذه اثر الحمى ايضا في خال الولد. لا التفت للرجال اللي يخرج الولد من بيته قالوا انت من وين جبت الولد هذا؟
قالها بأمي طبالة في العروس، وحضرت زواج في الثقبة، ويوم انتهى الزواج لقتها الوليد يصيح ما عنده أحد، خذت الولد وجابته للرياض وقالت أبى واكسب فيه أجر، إن استطعتوا تدلون على هل أعطوه إياه، ما استطعتوا خلوه عندنا. فهو عاش معنا بعد ما توفت أمي لها 5 سنوات، وحنا الآن يوم ثبت أن هذا أبوه وهذه أمه نسلمه لكم. هذه القصة يا أخوان حقيقية موجودة، وسبحان الله رجع الولد لأسرته بعدها المدة. الله أكبر.